طبعًا صديقي المشاهد أنت هتسأل دلوقتي وتقول إيه ده؟ معقولة الإدراك اللي هو أساس تكويننا العلم ما يعرفش عنه حاجة؟ لأ صديقي المشاهد أنا كمان هازيدك من الشعر بيت، العلم إلى يومك هذا يقدر يدرس فعلًا تأثير المشاعر على الدماغ، لكنه أبدًا ما يقدرش يقيسها أو حتى يحدد مكانها ككائنات مستقلة. طبعًا صديقي المشاهد أنت دلوقتي زمانك بتقول الثوابت بتتدمر عندي، أقول لك صديقي المشاهد فعلًا أنت معاك حق خد دي كمان، العلم الطبيعي ما يقدرش أبدًا يفهم حاجات زي القيم والأخلاق، لأنها ببساطة مش موضوع بحث، لأنه يستحيل يقدر يحدد القيم المطلقة اللي موجودة جوانا كلنا، القيم اللي بتحدد الحاجات الصح من الحاجات الغلط بشكل فطري واللي بنتفق عليها كلنا، بالظبط كأننا كلنا نازلين متسطب على الويندوز بتاعنا ملف كامل اسمه الأخلاق، مفيش إنسان بيختلف عليه، هديك مثال صديقي المشاهد، عندك مثلا فعل زي الاغتصاب، هل في إنسان على وجه الأرض يقدر يشوف إن الفعل ده مثلا فعل جيد أو مثلا دي حاجة كويسة؟ لما شخص يغتصب واحدة نعمل له مؤتمر ونسلمه جايزة؟ عشان كده الشخص مهما كانت هويته أو عرقه فهو مش هيختلف أبدا مع أي حد على إن القتل أو الاغتصاب أفعال غير أخلاقية. ده بكل وضوح سببه الرئيسي إننا كلنا نازلين حرفيا نتسطب على فطرتنا نسخة موحدة من القيم والأخلاق اللي ما بنختلفش عليها، رغم إننا ممكن نكون مختلفين في كل شيء تاني، إلا برضو إن ممكن القيم دي تختفي لو الشخص نفسه فطرته انتكست.